عليهم من فوق في طين ومطر، وبدأت تسرب لهم مية من كل مكان. دابا هو غادي يصحابها زعما كيرشوا عليهم الماء بالعاني وشي. ومع صعوبة الأحوال الجوية في ناس استسلمت وتخلوا عنهم ومشوا. السلام عليكم فريدات. راه ما كاين نمشي ندفر راسي. السلام عليكم كديرين لاباس يعني صحيحة مورا كلشي بخير، نتمناو تكونوا كلشي بخير. شوفوا 3% اللي دايرين ابوني و 93% ما مديرينش ابوني. ديروا ابوني وديروا لايك، ديروا بارطاجي وتفرجوا في هذا اللي بغى يدفر راسو. هذا اللي بغى يدفر راسو صدق كان يموت بصح. المهم شوفوا معنا كنحلمو وقولوا لنا في الكومونتير. اليوتيوبر الهندي ده قرر يعمل حاجة مجنونة عشان يزود عدد المشاهدين عنده. دابا واحد النقطة كيدير كلشي راه قبل لي زابون، راه بحال لي زابوني بحال لي زابوني، فهمتي؟ بحال كلشي طالع هابط. الهنود طبعا معروف عنهم انهم بيحرقوا الجثث ما بيدفنوهاش، والراجل ده اصلا مش مسلم. اللي قلنا ماشي مسلم. وزي اي يوتيوبر عنده قناة بينزل عليها فيديوهات تجارب وتحديات وحاجات زي كده، وفيديوهاته كمان بتجيب. المهم على ذكر التحديات، دخلوا اليوميات سعيدة تشوفوا شي تحديات مسطين هتلقاو في الديسكريبشن. مشاهدات كويسة من مليون ل 2 مليون مشاهدة، وعنده اكتر من 2 مليون مشترك. هو تقريبا كده فين غادي تطمع صاحب فيه. تحدي احر اندومي كوري ما عادش بيجيب مشاهدات، فقال اعمل حاجة مجنونة العالم كله يتكلم عنه، وفعلا العالم كامل يتكلم عنه. مشات لجهنم، عمل ضجة كبيرة قوي. خالدين فيه المسلمين اللي يشوفوا الفيديو، لكنه طبعا رفض. ابو لهب تما لقاه مكسال وسخون، ما قادش يتحرك بالسخونية. تنصح مين بقى ده كان هيموت بسبب لا هما اصلا راه كيحرقوا الجوتات كاع ما كيدفنوهم. الساعة كان يتدفن ودي الكلب وكيبان ظريف. ما يكونش مهروس هذا والو. لا في الفيديو ده وجاب اعلى مشاهدات، والفيديو انتشر ووصل للعالم كله. هو قرر يدفن نفسه وهو حي زي ما المسلمين بيعملوا ويشوف هيحصل له ايه. هو عمل قبر بس متدلع حبتين لانه اكيد مش عارف بالظبط. انا دخون هذا راه كيبان لي انا راه ورسي فلفل ازاي بتكون قبور المسلمين. المهم عمل غرفة صغيرة كده تحت الارض ومدخلها من السقف، وفيها اضاءة وكهرباء للشاحن ومروحة وفرش يقعد عليه، والتحدي انه يقعد فيه. دخلوا لي الضوء والطن، ولكن راه بحال ما مدفونش الصار، ولكن ما قلتش يصبر عليها باش تعرف. ما قلتش يصبر يوم واحد واخد معاه صديقه عشان ما يحسش. وفي مواسير متوصله من سقف الغرفه الفلوس، فهمتي؟ عنده فلوس باين عشان تدخل لهم اكسجين، ولو عايزين اكل وميه تنزل لهم من المواسير دي. نزلوا القبر وكان في ناس منتظرين بره، قفلوا عليهم الباب وردموا عليهم التراب كمان، يعني حرفيا دفنوهم احياء. لو خوك عطيناهم القص العيبه فين دفنوهم حيين. بدا كيضرب الرعد ماشي. في البداية الوضع تحت كان تمام وقاعدين مبسوطين وبيتكلموا، ولما زهقوا شغلوا اغاني ورقصوا عليها. رقص مع راس رقص قص 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 راك لي دابا. نطلع للناس اللي فوق اللي الوضع عندهم برضو كان طبيعي جدا، وبيكلموا اللي تحت باللاسلكي عشان لو محتاجين حاجة. وبعد هادو تحت كانوا كيفاش نشرح لك كيستهزئون طن وهاديك ورا الكاميرا فهمتي، ما بينش داكشي فهمت، حيت ضربوا كوبيرايت. 3 ساعات حصلت حاجة قلبت الموازين. فجأة الجو اتغير تماما. زعما فجأة ويتقلب الجو، تقلب دابا فجأة
ويتقلب لهم الجو طن. فهمتي كيفاش هما يندموا. القلب الجو كان جميل وصافي زي ما هو واضح في الفيديو. في البداية اتفاجئوا بهوا شوشو الغبراس وبعد شوية جاتوا النوم قامت الدنيا ونزل مطر والهوا بقى شديد جدا والوضع طول عليهم والبرد زاد وبدأ الفيديو كمان مالك قولوا مين دبها. الحمد لله على نعمة الإسلام، الله يغفر لكم. مطر تاني. قلب كده واللي تحت طبعا مش حاسين بكل اللي بيحصل ده، واللي فوق مش قادرين يطلعوهم بسبب حالة الجو والمطر اللي نزل على التراب وبقى صعب جدا يشيلوه ويطلعوهم. قال لك دابا صعيب باش يطلعهم، ما يمكنش ما يمكنش المطر ماشي في استمر المقبرة لمدة غير طويلة حدا شي دار، وغرق فهمتي. الدنيا. وبدأ ينزل لهم مية من فتحات التهوية وهم مش فاهمين حاجة. حيت دابا هما كياكلوا البشر كياكلوا وكيح هذيك بلاصة فين كيفاش نشرح لك، فين كيحرقوا بنادم. راه مشى لهم سميتو لي فلوغر بزاف. وكل شوية المية تزيد ومحدش من اللي فوق بيكلمهم ولا بيطمنهم. هنا بدأوا يقلقوا وخصوصا ان معاهم تحت سلوك الكهرباء. ما بقاوش كيتواصلوا معاهم. عاشوا في توتر وقلق وخوف وصلوا ان الغرفة بالكامل ما تحملتش ناري دخل عليهم ناري ضغط عليهم من فوق في طين ومطر وبدأت تسرب لهم مية من كل مكان. مزيان بدات كتدخل لهم شوف كيفاش بدأوا يموتوا بالبطيء من الرعب والخوف. دابا هو غادي يصحابها زعما كيرشوا عليهم الماء بالعاني وشي العادي. ومع صعوبة الأحوال الجوية في ناس استسلمت وتخلوا عنهم ومشوا. كاينين ناس استسلمات ومشاو، وناس تانية حاولت تطلعهم بس الموضوع كان صعب جدا. الناس الاخرين حاولوا يطلعوهم ولكن القضيه راه صعيب. مش قادرين يتصرفوا ولو ما تصرفوش بسرعة اللي تحت دول هيموتوا. فاتصلوا بفريق المساعدة ووصلوا وطلع ناس كمان من أهل البلد يساعدوهم في الحفر. الناس جاوا يحفروا معاهم ولكن عندهم الزهر بالرجول. إخراج الاتنين اللي تحت وبعد تعب لأن الوضع فعلا كان صعب قدروا يخرجوهم. قدروا يخرجوهم ولكن كانت قضيه صعيبه. لكن كانوا في حالة اختناق وراحوا المستشفى وتم إسعافهم وبعدها نزلوا الفيديو. شوفوا قدرة الله. مشاو المستشفى باش يتعالجوا العيبات ولاحوا الفيديو. خويا راه ما يمكنش وقدر الله ما معاش لا. بارك الله خويا. ان الله على كل شيء قدير. اش بان لكم نتوما في لي كومونتير قول لنا خونا مالو باحترام فهمتي حيت نعرف هذاك الشيء باحترام فهمتي. راه خصك تكون حلو فهمتي ماشي ديك العيب ديال يلا على قبل دوجي الزين ديروا واحد جيم على قبل الكاكول القولة الزوينة. واه شوف إلا وصلتوا ل 100,000 خاصو يحسن المونستاج. 100,000 لايك، إلا وصلوا ل 100,000 لايك تحسن المونستاج. عينو حلف والله يلا الدراري راه ما بغاش يحسن المونستاج عطيتو كلشي ديال الفلوس ومبغاش يحسن المونستاج. إلا وصلتوا ل 100,000 في هذا الفيديو خاصو يحسن المونستاج وراه حلف. وصلوا الله يرحم ليكم الوالدين. مليون و100,000 لايك 100,000 يلا وصلوا الله يرحم لكم الوالدين باش يحسن هذا المونستاج. في الفيسبوك وفي اليوتيوب. اوه بزاف ها وحده. لا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. يلا عيط جبد بيس. فيك